أهلا وسهلا بحضراتكم بفيديو جديد من قناة مشروعك عندنا. طبعا آسفين على تأخير الفيديوهات، تعالوا نخش في الموضوع على طول علشان ما نطولش على حضراتكم في الفيديو. طيب النهاردة أنا جايب لحضرتك فكرة مشروع، ولكن هي موجودة بس محدش مفكر فيها أو محدش، كله خايف يقدم الخطوة الجديدة دي. الفكرة النهاردة بتاعت النهاردة هي إيه؟ فكرة النهاردة هي عبارة عن ماكينة صغيرة اللي هي فجاسة البيض أو ماكينة التفريغ زي ما بيقولوا. طيب الفيديو بتاع النهاردة جايب لك عروضات حلوة جدا. طبعا كل ماكينة على حسب حجمها، وعلى حسب كل ما كبر حجم الماكينة كل ما السعر ازداد. النهاردة أنا معايا بداية الماكينة من 400 من 3300، اللي هي بتفقس 55 بيضة فراخ. في فرق في الأسعار على حسب حجم البيض اللي هيتفرغ. بيض الحمام وبيض الفراخ غير بيض النعام، مختلف، كله على حسب الحجم اللي بيختلف السعر. طيب النهاردة أنا عندي الفجاسة اللي هي ب3355 بيضة. طيب عندي كمان ال100 بيضة ب5000، اللي هي الفجاسة اللي بتفجس 50 بيضة ب5000. طيب أنا وعندي كمان ال120 بيضة ب5500، يعني فرق من ال100 بيضة لل120 بيضة، فرق الفجاسات فيها فرق 1000 جنيه، مجرد 20 بيضة زيادة. طيب 500 جنيه، عفوا 500 جنيه فرق زيادة. طيب أنا النهاردة هجيب فجاسة اللي هي حجها بتشيل بس، اللي هي عفوا اللي هي حجمها 120 بيضة، اللي هي 5500. طيب ده حجمها قد إيه؟ دي حجمها كلها تقريبا متر في متر، خلينا نقول متر في متر. طيب المتر في متر دي مجرد غرفة عادية. احنا النهاردة مشروعنا هيكون جوه غرفة صغيرة. الماكينة بتاعتنا متر في متر، ما بتحتاجش أي حاجة غير إنك أنت تكون متابعها وتقلب البيض بتاعها. طبعا التقليب هنا هيكون يدوي، تقليب بالإيد، لأن هي ما فيهاش الطريقة الحديثة اللي هي تقليب البيض، لأن كل ما كبرت الفقاسات طبعا في لحد 20,000 فقاسة، لحد 20,000 بيضة اللي هي بتتقلب لوحديها تقليب آلي. لكن أنت هنا هتقلب البيض وهتقعد كل 21 يوم هتطلع لك مجموعة. طبعا النهاردة مجموعة ال120 بيضة اللي هتحطهم دول حقهم كام؟ ال120 بيضة دول لوحديهم واجه حقهم بكام؟ والمية ب500 جنيه. ماشي، إن إحنا كلنا عارفين إن البيضة حقها 5 جنيه، المية ب500. طبعا والعشرين، 5 في 20 ب100، كده 600 جنيه بيض. الفجاسة دي 5000 ونص حقها، دي هتركنها على جنب، لأن حقها تطلعه في دورة واتنين وتلاتة، مش في أول دورة. طيب النهاردة أنا عندي 600 جنيه هجيب بيهم حق البيض. وملحوظة مهمة، لازم البيض تتأكد إن هو مخصب أو عفوا أو ملقح، يعني مخصب أو ملقح، اللي هو يكون فيه ديك، يكون فيه تكاثر. الديك بيكون عامل تكاثر مع الفرخة اللي هي بتدي نتيجة النتيجة إن البيض يكون ملقح. طيب أنا هجيب البيض من مصدر موثوق، وهجيب ب600 جنيه بيض وهحطه في الفجاسة بتاعتي، وهظبط درجة الحرارة ودرجة الرطوبة، كل دي حاجات موجودة في الماكينة. وهبدأ أقلب على حسب التعليمات وعلى حسب الكتالوج اللي جاي ورا الماكينة. طبعا أنا النهاردة حطيت 100 بيضة ب600 جنيه. هجهز إيه كمان في نفس الغرفة؟ هجهز غرفة، في الغرفة دي كمان متر ونص في متر ونص، اللي هي حضانة للكتاكيت اللي هتطلع جديدة. يعني هفرش شوية نشارة خشب في الأرضية، وهجيب نظام بوكس مربع خشب ومشدود عليه سلك عالداير، وفيه لمبة للتدفئة. كلنا عارفين اللمبات العادية بتاعة الكهرباء دي، لمبة بسلك ودواية. وهعملها مجرد حضانة تستقبل الفراخ أو الكتاكيت الصغيرة. طيب دول كلفوا عليا 600 جنيه. ال100 كتكوت احنا هنقول ال120 هيفشل منهم 20 وهيطلعوا ال100. طبعا أنا طلعت ال100 دول، هجيب لهم كام كيلو علف؟ هجيب لل100 دول
خلينا نقول 5 كيلو علف. 5 كيلو علف ل100 كتكوت. طبعا انت هتوكلهم لمدة اسبوع. لمدة اسبوع الكتكوت ما بياكلش، ال5 كيلو علف هيكفوا ال100 كتكوت وهيفيض منهم. 5 كيلو علف ب125 جنيه، و600 جنيه حق البيض. 600 و125، 725. طبعا 725 وهنحوش 50 جنيه للكهرباء، لأنها فيش عادية. فيشة 220 العادية زيها زي التلاجة زي الغسالة. طيب أنا جبت ب725 المواد بتاعتي، وهنقول 50 جنيه كمان كهرباء و50 ليا خدمات، يعني من 725 يعني 825. طب ال825 أنا هبيع الكتكوت النهاردة عمر أسبوع بكام؟ الكتكوت النهاردة عمر أسبوع ب100 جنيه، عفوا ب30 جنيه. طبعا 30 في 100 ب3000 جنيه. أنا صرفت كام؟ صرفت على الموضوع ده 825 من 3000، يعني كسبان 2200 في 21 يوم. أقول لك بلاش في 21 يوم، هتاخد شهر كامل على ما تدور على البيض وتجيبه بالطريقة. كل 30 يوم هيطلع لك 2175 جنيه صافي. ما تنسوش لو أول مرة تشوفونا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لحضراتكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.